هذه الاعتراضات كل من يدخل في هذه الصناعة وينزل في الميدان ويكلم الناس سواء وجها لوجه أو عن طريق وسائل التواصل سيجد اعتراضات يعترض بها المرشحون. يقول له هذا عمل يراد له وقت، يقول له هذه والله يمكن هذا حرام، يقول له هذا ايش ما عندي فلوس، ما عندي وقت، إلى آخره. هذه الاعتراضات قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية. الوهمية المعترض هو ما يريد يعمل بالحقيقة، لكن هو يريد يبرر عدم عمله تبرير منطقي بحيث يصرفك عنه وانت تظن والله حقه هو يريد يعمل بس أنا ما وضحت له زين، حتى يكون انسحاب تكتيكي على قولة اللي يقول. هذا الاعتراض الوهمي، يعني هو غير حقيقي، هو لا يريد العمل في الحقيقة، ولو بينت له ما بينت، ولو تعبت له ما تعبت، ولو فصلت له ما فصلت. أما الاعتراض الثاني، الاعتراض الحقيقي، وهو أن الشخص يريد أن يعمل فعلا ومن كل قلبه، لكن عنده مشكلة هذه، يقول لك مثلا أنا ما عندي وقت، والله لو عندي وقت مشروع حلو شكو بيها واحد يجمع مصدرين للرزق. طيب بين له، اجلس معاه وبين له أنت شنو عملك بالضبط، هل عملك يسمح أنه تسمع شيء معاه، يسمح أنه تتكلم معاه. إذن إحنا كلامنا تعلم، طيب أساسيات ومهارات تعلم. الشيء الثاني استقطاب، الشيء الثالث تدريب ومتابعة. إذن كلهن سوالف. التدرب تسمع وتشاهد، الاستقطاب سوالف، التدريب والمتابعة سوالف. إذن هذا الشخص قل له إذا هو عرفت منه الصدق يريد يعمل فعلا لكن عنده مشكلة، يقول والله ما عندي وقت، قل له إحنا كل هالقضية ترى سوالف، يعني ماكو شيء أنت إلا تلزم شيء وكذا. قل له بالإمكان يسمح عملك أنه تسمع شيء، مثلا واحد حارس على فرد منشأة أو شركة أو مؤسسة أو دائرة، هل بالإمكان يشغل فيديو ويسمع، يشغل يعني شيء صوتي ويسمع؟ خلاص، إذن يستطيع أن يدير ثلث العمل وأهم العمل اللي هو بناء نفسه معرفيا. طيب قل له تستطيع تخابر؟ خلاص، هذا الثلث الثاني الاستقطاب ابن المخابرة والاتصال. إذن إذا أردت التمثيل، يعني إذا كان الشخص عرفنا منه أن اعتراض حقيقي نتعب نفسنا معاه، لأن هذا الشخص هو صادق أنه يريد العمل لكن عنده حجرة أمامه، فقط زيل هاي الحجرة راح ينطلق. هذا نتعب نفسنا معه لأنه ممكن ينطلق انطلاقة كبيرة. أما الشخص الثاني اللي اعتراضه مو حقيقي وهمي، لا تتعب نفسك معه، بل في بعض الأحيان قد يكون عدم الرد عليه وعدم التنفيس له هو الأليق وهو الأفضل. لكن راح تقول لي طيب أنا كيف أعرف اعتراضه حقيقي لو مو حقيقي؟ هذه هم مشكلة. أقول لك سألت السؤال المهم. إذا واحد اعترض عليك قال لك والله عمل حلو بس إيش يحتاج له وقت، مو ما عندي وقت، لا يحتاج له وقت حتى أجني منه ثمار. قل له طيب إذا بينت لك ووضحت لك أنه هذا بالعكس هو أحسن خيار لك، أحسن مما تبقى معطل 5 سنوات و10 مضت، شنو اللي تغير عندك؟ وأبشرك ال5 وال10 راح يجي نفس الشيء، راح يمضن عليك وأنت مكانك رايح، لأن مقدماتك نفس المقدمات. فإذا أنا بينت لك أنه بالعكس الوقت مالته قريب وممكن أنت تتحكم به، ممكن بشهرين إلى 6 أشهر يكون عندك دخل جيد، ممكن ورا سنة سنتين يكون عندك دخل تستقل به ماليا، إذا بينت لك بما يقنع المنصفين تدخل معنا في العمل. إذا قال لا أخي العزيز أنا هذا اتركه لأن اعتراضه وهمي.
وإذا قال لك نعم أدخل معك في العمل، هذا اتعب معه، لأنه في الغالب اعتراضه حقيقي. إذن هذه الماحة عن الاعتراضات. الاعتراضات لا ينبغي للشخص الراسخ في هذه الصناعة أن ينزعج منها أبدا، لأن الاعتراض هو في حقيقة سؤال جاي يسألك هذا الشخص ومن حقه، صناعة جديدة وعمل جديد، وعمل في الحقيقة تحيط بعض الشبهات من وجود شركات أخرى مخادعة غير حقيقية، شركات يعني نصبت على الناس، فالناس صار عندها جفلة. فلا تتشنج ولا تتعصب ولا تضوج إذا أحد اعترض عليك، بكل أريحية، بكل هدوء، بكل سعة صدر أجب عن اعتراضه. إذا الشخص عرفت أو غلب على ظنك أنه اعتراضه حقيقي، أجب على اعتراضه ولا تلقي نفسك عليه أبدا. لا تلقي نفسك عليه، لا تقول يا الله تعال وبس ادخل معانا، لا، اجعل طرحك قوي، اجعل طرحك قوي. هذا وإن لم يدخل معك سينظر إليك بالعين الكبيرة. أما إذا كان طرحك ضعيف وإن دخل معك فسينظر إليك وإلى مشروعك بالعين الصغيرة ولن ينجح بعدها. إذن هذه الماحة عن الاعتراضات. أكيد ما راح نقدر نغطي كل التفاصيل، يوجد عندي محاضرة كاملة مفصلة عن رد أكثر وأهم هاي الاعتراضات. نبدأ بالاعتراض الأول اللي هو هذا التسويق حرام. طيب إذا الشخص قال حرام، البارحة كان معنا شخص من هو يعني جيل ثاني إلي ودخل حديثا، فرأيته انسحب من المجموعة، فراسلته قلت لماذا انسحبت من المجموعة، غادرت المجموعة؟ قال والله تبين لي أنه حرام. قلت له طيب ليش حرام؟ قال يعني مثل الشركات الهرمية هذيك، الفوقاني هو الرابح الأكبر دائما. قلت له هذا غلط، يعني هذا أنت ما فاهم القضية. تريد أثبت لك الآن أطلع لك شيء أنه أعرف ناس عمولة فريقة، عمولة بعض فريقة أعلى من عمولته وهو الراعي لهم، وتريد أمريكا واضحة. هي واحد دخل في هذه الصناعة وصار عنده فريق، هو بس عنده خط واحد، وأنا أعرفه شخصيا الآن في فريقي من هو وكيل نجم، وتحته ماسيين، تحته ماسيين اللي عنده خطين وثلاث خطوط. طيب هذا الوكيل نجم إذا يكتب روحه عمولته 300-400 دولار، بينما هذا الماسي اللي تحته ربما عمولته وصلت إلى $1000. هذه أشياء واقعية مو أشياء نظرية. فقلت له إذن رد النوب قال أنا بالنسبة لي إذا أخذ عمولة على الأجيبة أنا تمام ماكو مشكلة، بس إذا أخذ عمولة على الجواي هذا ما يصير. قلت له طيب هذا ما يصير، ممكن تقول لي الدليل شنو؟ قال والله يعني ما عندي دليل بس هيك أقول. قلت له هي الحلال والحرام يعني هيك تقول بكيفك بعقلك؟ لو أكو عندك أنت جاي تحرم شيء على الناس في دين الله، فوين البرهان؟ وين الحجة إذا الله سبحانه وتعالى سألك؟ المهم بقينا نصف ساعة مراسلات، آخر شيء قال أنا راح أبحث وراح إذا العمل صحيح أنا راح أدخل معاهم. قلت له أخي أنت انسحبت بناء على أنه العمل مو صحيح، فأتمنى أنه تريث في أحكامك هذه، لا تستعجل. العمل ما بأي مشكلة، منتجات موجودة، منتجات حقيقية. الشركة تقول لك إذا حققت قال مشتريات، أنا مجبر على مشتريات. قلت له لا، أنت مو مجبر على مشتريات، أنت ملزم بتحقيق مبيعات. نعم، ولا يمكن شركة ولا يمكن عمل يقوم بدون جهد أو إنتاجية أنت تقدمها. أنا أقول لك ابني لي هذا الحائط وأعطيك كذا، طيب لابد أكو إنتاجية أنت تقدمها حتى الشركة تكافئك عليها. المهم، فقصدي أنه أكو كثير من الناس يقول التسويق حرام ويخليها اعتراض. من الأشياء المفيدة في كل الاعتراضات وأتمنى تأخذون بها أنه لا رأسا تجاوب على الاعتراض. إذا رأسا تروح تفكر في إيجاد جواب عن الاعتراض أنت راح تخلي نفسك بزاوية ضيقة. لا، تعطي لنفسك
يعني مجال أكبر. قل له، اسأله هذا السؤال الكاشف، أنا أسميه السؤال الكاشف. قل له طيب أخي الكريم، إذا بينت لك بالدليل الواضح والحجة النيرة أن هذا التسويق حلال زلال مثل لحم الغزال، تدخل معنا؟ إذا قال لا، قل له خذ راحتك، لا تدوخني ولا أدوخك، أنت ما تريد تعمل وتريد تدور حجج. إذا قال نعم أدخل معك وبحزم وبجزم، قل له أهلا بك، تعال. شنو الحرام بهذا التسويق؟ إذا عرفنا أنه اعتراض حقيقي التزم أن يعمل معنا، إذا بينا له نقول له طيب أنت تعتقد حرام، على العين والرأس، اذكر لي ما هي علة التحريم، وأين توجد هذه العلة في نظام الشركة. نقطتين أريد منك، ما هي علة التحريم، وأين توجد هذه العلة في نظام الشركة. في الغالب راح يقوم يحك براسه، لأن ما يعرفوه، سمعان مجرد كلمات من هنا وهناك. إذا قال لك نعم هو حرام، العلة هي تسويق شبكي. أكو بعضهم هيك، أنا على مستوى دكتور الشريعة تكلمت معه قال نعم، قلت له دكتور شنو العلة؟ قال العلة تسويق شبكي. قلت له دكتور أكو بالشرع يعني تسويق شبكي حرام؟ يعني أكو علة بالشرع؟ عرفنا العلة القمار، العلة الربا، العلة الظلم، الغرر، هاي الأشياء واضحة، أدلتها واضحة، لكن أكو بالشرع تسويق شبكي؟ هذا إنسان مع احترامنا يعني هذا شخص ما فاهم القضية شنو هي. الرجل اللي يحترم نفسه من يريد يتكلم ما يقول لك العلة تسويق شبكي، يقول لك مثلا العلة الغرض، العلة الربا، العلة أكل أموال الناس بالباطل. ليش؟ هذه علل منصوصة في الشرع، فأي معاملة تشتمل على واحدة من هذه العلل تكون حرام. فإذا قال هو ذكر لنا علة، قال العلة الغرض مثلا، قل له طيب آمنت بالله، هاي العلة وين موجودة في نظامنا في عملنا؟ وين الغرض؟ الغرض يعني الخداع. ونفس هذا الدكتور رد قال أنتم تخدعون الناس. قلت له طيب دكتور بيش نخدعهم؟ يعني احنا اللي عندنا منتجات حالة تليفونات وكل شيء موجود في المحل، واقول لك يا دكتور تعال اشتري هذا معجون اسنان فاخر. قلت له دكتور انت شلون حكمت على المنتجات ما بها فائده؟ لا انت تعرف الريشي ولا انا اعرف الريشي، ولا ابوك يعرف الريشي ولا ابوي يعرف الريشي، ولا جدك يعرف الريشي ولا جدي يعرف الريشي، كيف حكمت عليه؟ والله الدكتور زعل، قال انت شلون تحكي وياي ايش؟ قلت له طبعا هو هذا حق، لا انت ولا ابوك ولا جدك يعرفون الفط الريشي، كيف حكمت عليه بانه ما بي فائده؟ المهم، ما أريد أطيل الكلام يعني كثير بالحقيقة، لكن أهم سؤالين في هذه القضية هي أن نسأل أين علة التحريم؟ أنت تعتقد أنه محرم، أين علة التحريم وأين توجد هذه العلة؟ يعني إذا قال الغرر الخداع، يعني وين موجود هالخداع؟ هذا هو منتج موجود، عرف، راح أقول لك أخي الكريم اشتري هذا المنتج، إذا أنت مستهلك تمام، اشتري هذا المنتج فيه صحة فيه فائدة، خلص واشتريته بفلوسك ورحت. إذا أنت تدخل كشريك في العمل، أقول لك أخي العزيز هذا المنتج راح تاخذه بسعر كذا، نقاطه كذا، ربحك منه بحسب نسبتك كذا وكذا. وين الغرر والخداع؟ ماكو لا غرر ولا خداع. لكن أكثرهم إيش يقيسون هاي الشركة على غيرها من الشركات المخادعة. وهذا أنا أمثله مثل ما إنسان إجا على قرية فتلقاه واحد معقل، واحد أفندي، ولعب علي ونصب علي، فراح يقول كل الأفندية أو كل المعقلين اللي بهالقرية هذه هم مو زينين. هكذا تماما، يعني هو جرب شركة أو شركتين وقام يحكم على كل الشركات أنها نفس الشيء. هذا حكم باطل، هذا حكم ظالم. فعموما هذا من السؤالين، قلت أنه أهم سؤالين
كذلك يكون عندنا أصل أن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا الأصل في كل البيوع أنها حلال. اللي يدعي أنه نوع منها حرام أو فرد منها حرام نقول له هات الدليل، هات البينة، هات الحجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنت تدعي شيء أنه حرام، طيب هات البينة. عملنا في الشركة يقوم على أساسين. الأساس الأول هو إيش؟ هو استهلاك منتجات، والأساس الثاني تسويق هاي المنتجات، ولا يوجد ربط بينهما. بإمكان الشخص يستهلك المنتجات ولا يسوق لها، وبإمكان الشخص يسوق المنتجات ولا يستهلكها. وإن كنا نقول له لا، الأفضل أن تستهلكها، لكن هي مو شرط أساسي. يعني اللي يقول لا أنا بدي أسوقها ما أستهلكها، طيب على راحتك، لكن هذا راح يعني يضعف بالك. فيعني هاي النقطة يعني هذا ما يمكن أن يقال فيها، لأن إذا نتكلم عليها بالتفصيل ممكن هي وحدها يراد لها نصف ساعة. ومثل ما قلت عندي يعني عدة محاضرات في أوقات متفرقة تطرقت إلى هذا الأمر بالتفصيل، وكذلك أستاذ محمود المصري وهو أستاذنا يعني تكلم عليها قبل ذلك بتفصيل أيضا. طيب نعود إلى الاعتراض الثاني. يقول لماذا آخذ عمولة على غيري؟ ليش أنا آخذ عمولة على غيري؟ طيب نقول له وإذا أخذت عمولة على، يعني أول شيء نعود للسؤال الكاشف حتى نكتشف هل اعتراضه حقيقي أو اعتراضه وهمي. نقول له طيب إذا بينت لك بوضوح أنه ليش أنت تأخذ عمولة على غيرك، وأنه أخذك إلها قانوني ما بي مشكلة وشرعي، تدخل معنا ولا ما تدخل؟ إذا قال لا بالله ما أدخل، قل له خذ راحتك، ما يحتاج أنا أصرف طاقتي وأصرف جهدي، وتالي الشخص ما يدخل. وإذا قال نعم أدخل نبدأ نتكلم معه. طيب ونسأل السؤال هذا. ليش نسأل أسئلة إحنا؟ هو جاي يعترض، ليش نسأله؟ تعرفون ليش نسأله؟ لأنه أحيانا الشخص يعترض مقلدا لغيره، ما يعرف الشغلة شنو هي، فمن تسأله سؤال راح كأنما أنت تمسكه من كتافه وتهزه وتقول له أصحى، أنت يعني فكرت بهالقضية ولا ما فكرت؟ فمن تسأله أنت تقول له طيب شنو المشكلة إذا أخذت عمولة على غيري؟ راح يصحى. شنو المشكلة؟ والله المشكلة يعني هو هذا. ما هي المشكلة إذا أنا أخذت عمولة على غيري؟ إذا أنا ما نقصت من حقه شيء. هذه الجزئية المهمة، هذه هي يعني العمود الفقري للجواب عن هذه النقطة. أقول له إذا أنا آخذ عمولة على جهد غيري بس أنا ما نقصت من حقه شيء، بمعنى أنا أخذت على جهده ولا ما أخذت على جهده، هو حقه لا يزيد ولا ينقص. شنو المشكلة إذا أخذت؟ مثل ما واحد غرس له شجرة وصار كبرت الشجرة وصار بها ظل، وجهي أنا أستظل بظلها، ويقول لي ليش أنت مستظل بظلها؟ يا أنا مستظل بظلها يخوم، أنا صاعد بالشجرة، أنا ما ضريتها بشيء، ما نقصت من هاي الشجرة شيء. لو أنا ناقص منها شيء، لو أنا ضارها، لو أنا كاسر بعض أغصانها، إلك حق. فإحنا نقول الرد ونقول له ونوضح له إذا أنا أخذت عمولة على غيري بحيث ما ينقص من غيري أي شيء من حقه، ما هي المشكلة؟ أنا أعدكم لن يجد جوابا ولو طاف على كل الدنيا، لن يجد جوابا مقنعا. هذه القضية أشار لها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذه هي العلة. طيب واحد علم سورة الفاتحة لشخص، يؤجر عليه، يؤجر عليه. طيب هذا
المتعلم راح وعلمها لشخص ثاني، الأول هل يؤجر على تعليم الثاني للثالث؟ أتمنى تجاوبوني بالرسائل. واحد علم سورة الفاتحة لشخص، وهذا المتعلم راح علمها لثاني، هل الأول يؤجر؟ طبعا تقولون يؤجر وأمر طبيعي ما في مشكلة. طيب ما هذا شلون راح يؤجر على جهد غيره؟ أهم السؤال راح يعود نفسه، كيف هذا الأول راح يؤجر على جهد غيره؟ يقول له شنو المشكلة يعني؟ هو ما نقص من أجره شيء. هاي العلة. لو كان المعلم الأول عندما يأخذ أجر على الثالث الثاني راح ينقص أجر، نقول هذا ظلم ما يصير. أما وهو لا ينقص من أجره شيء فهذا محض الفضل، هذا محض الفضل. وانتبهوا لهاي الكلمة. طيب نعود لمسألتنا. أنا راعي لفريق، جبت واحد مباشر والمباشر جاب ثاني، الثاني حقق مبيعات، شركة راح تكافئني أنا الراعي الأول عليه، أنا ربما هذا الشخص لا دربته ولا حتى أعرفه. طيب فصاحبنا هذا يقول شو يقول ليش تأخذون أرباح، شركة تعطيكم أرباح على هذا؟ نقول له نعم تعطينا أرباح لأن أنا اللي دليت هذا، أنا اللي جبت الأول، لولا الأول ما جاء الثاني، ثم هذا الثالث ما نقصت عمولته، لو أني أنا الراعي ما تأهلت ما راح أخذ عمولة عليه، هل عمولته تزول؟ ما تزول. لو أني أنا تأهلت وأخذت عمولة على نقاطه هل عمولته تنقص؟ ما تنقص. إذن الكلام ذاهب في الشبك، إذن الكلام ما له أساس ولا له صحة. وأنا أرى مع أنه ناس ترى يعني دكاترة ويعترضون مع الأسف هذا الاعتراض، وهو اعتراض ليس له محل من الإعراب. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لكم يقيسونها على غيرهم. هو في ظنه أنه آن الراعي الأول إذا أخذت على الجيل الثالث والرابع والخامس أنه هذول راح تنقص عمولتهم. أبدا ما تنقص عمولتهم وانتهى الأمر. ونسألهم سؤال، يقول لهم الشركة لو رادت تعطي مكافأة لأناس خارج عملهم مو أعضاء في الدي اكسن، هل تلومونها وتعاتبونها؟ راح يقولون أكيد لا. يقول لهم طيب إذا تعطي أموال لناس هم ما فايدينها بشيء ولا محققين لها مبيعات ما تعترضون، طيب إذا أعطت من أرباحها لأناس أعضاء عندها في الشركة ومحققين لها مبيعات ليش تعترضون؟ ما هو الوجه؟ إذن هذا الاعتراض اعتراض لا قيمة له في الحقيقة عندما يبين ويفصل الأمر. محوره والعمود الفقري مالته أن نقول له أخي الكريم، هو الراعي من ياخذ عمولة على الثالث ما راح تنزل عمولته، هي ياخذ عمولته على نقاطه وفق الخطة التسويقية، ما له علاقة الراعي تأهل ولا ما تأهل. بالعكس قد هذا صاحب النقاط اللي بالجيل الثالث إذا تأهل ربما عمولة فوقها تنزل بالعكس. إذن يعني أظن أنه الجواب واضح ومفحم في نفس الوقت. الاعتراض الثالث يقول يدخلون من أجل المال، يقول أنتم جاي تطبون من أجل المال. شو تقولون يعني أنتم صحيح جاي تطبون من أجل المال؟ أتمنى تجاوبون بالرسائل. الصوت يقطع ولا واضح الصوت؟ أكو بعض المشاركين يقول الصوت يقطع. إذا الصوت منكم، فإذا الصوت ما ضبط بإمكانكم تخرجون وترجعون. طيب السؤال يقول أنتم تدخلون من أجل المال، صحيح أنتم تدخلون من أجل المال؟ جيد، شكرا لكم. نعم يعني إحنا ندخل من أجل المال، والدخول من أجل المال مشكلة يعني تهمة؟ نعم ندخل من أجل المال. وماذا فيها؟
لكن قبل ما يعني ندخل معه في النقاش نسأل السؤال الكاشف. طيب إذا بينت لك أنه هذا لا توجد فيه مشكلة، إذا دخلنا من أجل المال أو دخلنا من أجل غيره لا يضر، إذا بينت لك تدخل معنا نفس الطريقة، إذا قال لا نتركه، إذا قال إيه راح نتسلسل معه في الكلام. إذا قال تدخلون من أجل المال هم نسأل السؤال التالي، نقول له طيب على مود نصحيه، هناك سألناه سؤال على مود نشوفه ترى هذا حقيقي مو حقيقي، هنا نسأل السؤال على مود نصحيه، نقول له طيب إذا دخلنا من أجل المال ماذا سينبني على هذا؟ ما المشكلة في هذا؟ أحيانا ترى ما يعرف شنو المشكلة، يعني هيك هو سمعان أنه تدخلون من أجل المال، المشكلة اللي تنبني على هاي المقدمة شنو ما يعرف. فنقول له أخي العزيز إحنا في تجارة، إحنا في تجارة لكنها تجارة ذكية، تجارة ذكية. التجار الآن اللي يروح يتسوق سيارات من الصين، يعبر قارات ويروح يسوق سيارات من الصين، هذا على مود ايش يروح يسوق ومخلي راس مال كبير، على مود يعني سواد عيون الشعب، على مود الاجر، على مود الثواب، على مود الفلوس، على مود الصحه، على مود يروح يغير جو، ولا على مود ايش في ظنكم يعني؟ اكيد على مود الفلوس، على مود الربح. طيب يعني هو راح ربما اذا اخذ سياره الى يركبها، اما البقيه كلها يبيعها، هو مقصود الربح، مقصود المال. فإحنا كذلك دخلنا في هذه الصناعة ونحن في تجارة، في تجارة نعم، لكنها تجارة ذكية تختلف عن التجارة التقليدية. عندنا منتجات بقدر ما تحقق مبيعات من هذه المنتجات. المندوب الآن، المندوب اللي يعمل في شركة بيبسي أو غيره أو تشيبس ويوزع على المحلات، إيش كثر راح يصرف، إيش كثر ينطونه عمولة، صح؟ كثر راح يصرف، راح ينطونه عموله. طيب هذا دخل من اجل شنو؟ دخل من اجل المال، اذا ما يعطونه مال ما راح يجي يشتغل. طيب دخل من اجل المال، هم نجي نقول له ليش دخلت من اجل المال؟ لا ما نجي نقول له. طيب ليش الديكسن؟ نقول له لان مظلوم الديكسن، انا اعتقد انه هذا المشروع مظلوم. طيب خلونا، هذا المندوب على شنو يكافئ من قبل الشركه اللي يعمل معها؟ على تحقيق مبيعات، على ايجاد نتائج انتاجيه. فنحن كذلك، احنا الشركه تكافئنا على تحقيق مبيعات، ولكن مو بس مبيعاتي يعني فقط، انما اذا بنيت فريق استهلاكي او تسويقي، هذا الفريق حقق مستهلكات بمعنى مبيعات، حقق مبيعات بمعنى سوق، حقق مبيعات، انا راح الشركه تكافئهم لان هم اللي حققوا، وتكافئني لان انا دليتهم ودربتهم وتابعتهم الى اخره. فاذا هذا الاعتراض كذلك اعتراض في الحقيقه ضعيف. طيب الاعتراض الآخر هو تشبع السوق، يقول لك راح السوق يتشبع، يعني أنت دخلت قبل 4 سنوات 5 ولقيت أشخاص وكذا، بس هسه الأمر يختلف، راح السوق يتشبع وبعد وين نلقى ناس؟ طيب نقول له السوق ما يتشبع. ليش ما يتشبع؟ لأشياء كثيرة، منها أولا أنه يعني أولا الولادات، الشركة التسجيل بالشركة من سن 18 سنة، إذا في كل سنة جيل كامل، ملايين كانوا في السنة الماضية غير داخلين في العمل، غير مؤهلين للعمل، في هذه السنة صاروا مؤهلين للعمل. هذول أنا ما لحقت عليهم، أنتم لحقتوا عليهم. هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي أنه كثير من الناس أعرض عليهم ربما أنا المشروع ما يقتنع مني، وتجي أنت تعرض عليه المشروع يقتنع منك لأسباب كثيرة، قد يعني مو راجعة إلى يعني معلومة الشخص أو مهاراته، وقد ترجع إليها. قد تكون أنا مهاراتي مو قوية وأنت من عرضت له مهاراتك قوية فأقنعته. قد يكون عندما أنا عرضت له مهاراتي قوية لكن هو ما كان مهيئ ذهنيا، عنده مشكلة مثلا، ما كان ذهنه حاضر، ما أعطى فرصة يفهم هذا المشروع،
وانت عندما عرضت له كانت هاي المشكله ما موجوده عنده، كان مهيئ ذهنيا، كان عنده ظرف في تلك الفتره اللي عرضت له علياني، ما كان ظرفه المالي كان زين، ما اهتم للفرصه. في الوقت اللي انت عرضت له كان ظرفه المالي متدني، مر بازمه ماليه، فكان يريد يغتنم اي فرصه فاقتنع. طيب، فاذا هذه من الاشياء اللي تخلينا نرد هذا الاعتراض انه السوق لا يتشبع بسبب هذين الامرين، وربما يوجد غيرها من الاسباب. طيب، الامر الخامس او الاعتراض الخامس: الاعلى هم فقط من يربح. يقول الاعلى هم فقط من يربح، يعني الجو ما يربح. ماذا تقولون؟ اسمع نعم ام لا؟ يقول فقط الاعلى يربحون. طيب، اشكركم. يعني هاي من الاشياء اللي تخليني اعتقد جازما انه كثير ممن يتكلمون في الديكسن هم يقيسونها على غيرهم. ليش؟ لانه جاي يقيسونها على الشركات الهرميه اللي غالبا من في الاعلى هو الرابح، والجو هذول ما راح يحصلون على شيء. يا اخواني واخواتي، بالنسبه لعملنا مع شركه ديكسن كل الخيارات متاحه امامك، مثل ما انا قلتها في لقاءات سابقه. متاح لك تقول اني بس اريد المنتج، حتى ما اخذ على رقم عضويتكم، ما اريد اقرب منكم ابد، اريد اخذه بسعر غير العضو، حتى ما تقولون انطينا رقم عضويه واشترى على رقم عضويتنا، ابد ما اريد اي صله بيني وبينكم. طيب، على راحتك، ليش كذاك المنتج موجود وروح اخذه، وعلى الرحب والسعه والله ينفعك به. شخص اخر قلنا له تسجل عضويه وتعمل، قال لا انا ما ادخل بعضويه، اخاف تطلعون احزاب اخر شيء، فما اخذ عضويه ولا شيء. قلنا له طيب لا تسوي عضويه، هذا رقم عضويتي واشتري على ود يحسب لك اياه بسعر مخفض. قال تمام، اذا هيش تمام، بس ما سجل عضويه. تمام اخوي، لا سجل عضويه. راح اخذ رقم عضويتك واشترى عليه منتجات، انتفع بسعر العضو المخفض وانتفع بالمنتج، وانت انتفعت بالنقاط. تمام، اكو مشكله؟ لا ماكو مشكله. الخيار الثالث: واحد قلنا له يابا عندك هالخيارات هذه، بامكانك انه اسوي لك كود، ما انت خسران خساره، وهالكود هذا كل مره تروح تسوق عليه. قال بس انا ما ادخل بعمل والا 100 نقطه وهاي السوالف، اخذ محتاج 10 نقاط اخذها، 90 نقطه اخذها، 1000 نقطه اخذها. قلنا له تمام، انت اذا ما تريد ما راح نلزمك بشيء. قال هاي هي. راح اخذ اللي يريده بدون ما يخلي بباله تحقيق التاهل للحصول على العموله، لانه هو ما يريد عموله اصلا. قلنا له على راحتك. جاء الثالث قال انا اريد ادخل بعمل، انا اريد بزنس، انا اريد ارباح، انا اريد رزق. قلنا له طيب لازم تسجل عضويه، لازم تحقق مبيعات، ولازم تحقق تارجت التاهل. قال تمام، كله تمام. يعني لازم اشتري من جيبي؟ قلنا له لا، مو لازم تشتري، حقق مبيعات، سوق لهذه المنتجات، بالامكان تحقق 200 نقطه مبيعات، 1000 نقطه مبيعات. تمام. اذا هم يقيسون على الشركات الهرميه اللي يعني محصوره بزاويه ضيقه. اما احنا مع الديكسن فكل الخيارات متاحه لك. الشخص هذا اللي قال انا راح ادخل معاكم في العمل وحقق التارجت 100 نقطه، هو اول من يربح على هاي النقاط مالته. هو يربح قبل الراعي، وهو يربح اكثر من الراعي. هو يربح اكثر من الراعي. راح تقولون كيف؟ اقول لان هو راح ياخذ نسبته كامله على نقاط، والراعي ما راح ياخذ نسبته كامله على نقاط هذا العضو، راح ياخذ فارق النسبه. تمام. فاذا كل واحد راح ياخذ ارباحه بحسب نقاطه حققها وبحسب نسبته.
ماكو الفوق يربح والجو ما يربح، الا اذا كان غير مؤهل فهذا شخص هو ما مهتم بالعمل اصلا. وقد تصل عمولات من في الاجيال اكثر من عمولات الراعي له، هذه وضحناها سابقا. طيب